السلام عليكم احبائي. اذا خليونا نشوفوا شنو قالوا توانسه بخصوص زياره ضباط من FBI للمغرب، وفي اخر الفيديو نقول لكم علاش جاوا للمغرب لنشاهد. الناس الكل تمشي وتاخذ معناها فما بلدان يمشيوا عندهم تنظيم تاع الكاف. راهم اليوم في المغرب ولو انا يحبوا يعطيوها المغرب 2028 يقولوا كيفاش تنظموا باش ناخذوا فكره نفس الشيء هذا يصير. بقى امور اخرى اخويا ما نجمش. سي خالد خدم تفصيل بسيط. لا سامح لي تفصيل بسيط. امريكا فيها 50 ولايه وكل ولايه عندها شرطتها وقانونها وامورها. الاف بي اي تتدخل كان في الحالات اللي هي تم سوبرا ناسيونال، الحاجات اللي هي تفوت الامن لو تيريتوار. يعني هذاك ايش قلت لك راهي انا قريت غادي سي يا كابتن. لا انا هذاك ما ندخلش فيه اف بي اي. لا حبيت نقول لك لو كان جاوا قالوا عطاتني سؤال قالت لي هل يصير؟ قلت لها صار في تونس قدامي في 2006. كل ولايه عندها البوليس نتاعها، عندها الجارد ناسيونال نتاعها، عندها الحرس الوطني وعندها الشرطه نتاعها الخاصه، والاخرين ما يدخلوش. يدخلوا كان وقت ثم حاجه تفوتهم، حاجه اللي هي قلت لك يلزم تدخل في الاف بي اي وتفوت المستوى الجهوي. هذاك علاش انا مستغرب شنو الاف بي اي يا ودي هذيك ربي مالا توا الاف بي اي يا ربي يهديني كابتن. لا وش انت هو تو قلت لك راهو طبع فيه راهو الله اعلم شنو الحكايه بالضبط وعلى الجاو. اما حكايه هذه بصراحه انا ما جيتش عليا خاطر نعرفها امريكا كومونسا ما عرفش ونعرف الولايات كيفاش تخدم. يا ودي تعرف ثم مشكله راهو كي تجي الاف بي اي تدخل في حاجه لداخل الجوفرنور يقول لك لا. وشفت ايش صار؟ شفت وقت هو الوفد هذا يرأسه دوكلاس أولسان مدير العمليات بقسم خدمات التدخلات الميدانيه، وكيفن كوالاسكي نائب مدير مجموعه التدخل في الحالات الطارئه. صحيح. هذا الوفد شكون وقت بعث الحرس ترامب بعث الحرس الوطني لكاليفورنيا ايش صار؟ ما قامتش القيامه وشكاو بيه وقالوا له جاي نعملوا ضم هنا وما عندكش حق تدخل الجيش نتاعك تدخلوا الولايه من الولايات. قامت الحرب ما بين الوالي الجوفرنور وبين ترامب لانه خرق القانون. فهمت علاش قلت لك الاف بي اي في بقعه اخرى خاطيه الحكايه هذه. كل ولايه عندها نتاعها بقوانينها، ثم ولايات فيها الاعدام ولايات لا. فهمتني؟ نعرف كل ولايه عندها كل شيء. هذوما لا دي جي اس ان المغربيه تقول لك لا قويين هذوك. بارك الله فيك. انا ريت الرحمه لا انا ريت مانتيان دو لوردو بوبليك يشبه شويه اللي جاي هذاك لا بروتيكسيون دي بيرسون اي دي بيان. وانا عندي هنا كيفاش الجمهور يدخل ما عندكش فكره. لو تور دو تابل شكون يحب يدخل دكتور؟ انا يظل لي معناتها مع الكابتن عادي بيصير هذايا. بقى نحن عندنا يمكن عندنا حساسيه على الموضوع خاطر يستجيب الولايات المتحده الامريكيه كلمه اف بي اي والمغرب والتطبيع وكذا ماخذينها الكل دون لو ميم ساك. معناتها كان جات مثلا روسيا الكوب دي موند في روسيا وبوتين بعث للمغرب مثلا من الكي جي بي نتاعو باش يشوف على الامن وعلى كيفاش يامنوا السادات والتدخلات. يمكن ما عندناش الحساسيه هذه ممكن ولا الصين ولا فهمت. مي هو راهو التعاون الامني يصير في التظاهرات هذيا وياخذوا الاكسبيريونس من بلدان نظمت قبل ولا قاعده تنظم تو ولا كذا. فهمتوا كاو هذاك هو في الاخر المغرب اللي عندها سياده وهي تتولى امورها الداخليه شكون تقبل وشكون ما تقبلش وكذا وكاو. باهي طارق في كلمه انه المهام هذه نتاع الفيفا ماهيش نتاع مخابرات ومتاع شرطه بالحجم تاع الاف بي اي. الحقيقه انا مع راي دخل في الامن القومي مع قومي ماهوش ما عندش دخل. ما عندهاش دخل. عندها بيتري وعندها امور عندها في الامن ما عندهاش دخل في كوره ما تنجمش حتى في التامين من بعد راهو الامن تاع البلاد اللي تنظم فيفا ما تدخلش في الامن. كل شيء المغرب هي عامله اتفاقيه مع امريكا. الكابتن فسر يقول لك كي نحكيو على كوب دي موند القدام ممكن هذا في ما نعرفش التقرير نتاع الاف بي اي ما حكيش على الكوب دي موند. شفنا فقط تحكيو على جاو امنيا على انا قريت فما خاطر عندهم كوب دي موند ناخذوا فكره وكاو مروان معاهم الجميع. هو الديبا هذا صحي على الاخر. علاش؟ لانه نرجعوا لك اللي بي كونيتيف عندي برشا ما حكيتش عليه. حتى ما توحشني والله توحشتهم بي كونيتيف. ايوه نبدا بالبي الاولاني اللي هو دو كرويونس. احنا عندنا معتقدات تاخذ بعد سياسي في المجال هذايا اللي هو التحالفات اللي موجوده في المنطقه. نحكيو على ريسامون من 2020 اخر 2020 واحنا جايين نحكيو على المغرب خذات منحه معين سواء في علاقتها بامريكا سواء حتى بالكيان. دونك المعتقدات اللي ترسخت لنا من اخر 2020 واحنا جايين هو اللي باش نبنيو عليه التحليل كما كان يحكي تو سيد العميد. معناه فينالمون ما نجموش نغضوا الطرف على انه فما نوع من التحالفات. هذه حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اللي نقولوا عليه بي دونكراج وبي دو كادراج. انا كي نقرا المعطى شنو الاف بي اي يحل بالمغرب ويطلع على امن مباراه الجزائر والكونغو ونربطوا الخيوط حتى لو كان ما فما شيء. لا جاي والمغرب لا يتفرجوا عاد في مش السيسه اللي المغرب لا لكن فهمتنيش كي تقرا المعلومه من بعيد العنوان الاف بي اي جاي للمغرب باش فوالا فهمتوا منطق. هذا هو لونكر اللي نحكي عليه والكادراج كيفاش تتحط المعلومه كيف تقراها حتى لو كان ما فما حتى شيء مخك يزك لبعيد. شفت علاش نقول لك مع الجيروتار
طقش معلم لا معلم يعطيه الصحه. النوايا تدخل هنا القراءات معناتها ما بعد هذا. حتى كما نزيد كاين قراءه اخرى، احنا مازلنا كي كنا نحكيو البارحه على مادورو والاستعراض والشو والشيء اللي ماشي فيه توا ترامب، الكل كله ناخذوه في اطار الاستعراض الترامبي الامريكي. توا ذي الحصص نتاع لي شو بيز اللي نتفرجوا فيه. قلت لك 14 اجونس هم يعرفوا واش قاعدين نحكي. هي ترجعها هي لا ترجعها 14 اجونس هم يعرفوا احنا قاعدين هنا ويعرفوا واش تحكي ويعرفوا وين مشينا وين جينا. لا خويا سيدنا ريت الوقاع امبارح في اسمه وقع في يعرفوا اسامي الحراس وين يقعدوا والرئيس وش ياكل. راهو هذه 14 اجونس فوق منهم انا ساي. هم عرفونيش انا يعرفوك والله يعرفوك. خليه الباسبور نتاعك ضرب شهري نسكت عليه. اكزاكتومون وعلى هذا بالضبط خاطر يعرفوك تتكلم هنا وهذاك علاش الحكايه بطاطا. هذاك ايش ضحكت لي الحكايه بعد. تحيه للرئيس ترامب والاداره الامريكيه. يرى في كل شيء يعرف في كل شيء من غير ما يبعث. هذاك علاش احنا نخرجوا فاصل تو. اذا ضباط اف بي اي جاوا يشوفوا التجربه المغربيه ويدرسوا العقليه ديال الجمهور الافريقي وسلوكهم في المدرجات وكيف غيتعاملوا معهم الا جاوا عندهم المونديال في امريكا. الى اللقاء احبائي.